للأسف قانون ضريبة الموبايل التحديث الجديد بالفعل اتنفذ بأثر رجعي. يعني اللي اشترى موبايل من أي شخص نازل من برا مصر، والشخص ده كان حط الشريحة المصرية في الخارج، للأسف بيتضاف على التليفون ضريبة. والزبون أو العميل اللي اشترى منك التليفون بيرجع لك أنت كصاحب المحل، بيقول لك التليفون نزل عليه ضريبة، مع إنك أنت بيعه له زيرو ضريبة. لخبطتك أنا شوية، هفهمك اكتر او هفهمك بشكل اوضح. الناس اللي كانت في الخارج من ليها 4 5 شهور من بداية القرار، كان الواحد فيهم لما يكون نازل من المطار كان بينزل، او قبل ما ينزل كان يحط الشريحة المصرية على امل انه هو ما يدفعش الضريبة. بس وهو نازل في المطار كان بيسجل التليفون بتاعه علشان يبقى معفي من الضريبة. وبينزل في مصر بيروح لأي محل، مثلا صاحب محل زي أنا أو أي حد مثلا بيشتري تليفونات، بيبيع له التليفون اللي جايبه من الخارج معاه. فصاحب المحل بيعمل ايه؟ بيستعلم عن طريق التطبيق انه التليفون ده زيرو ضريبة، وبيعرضه ايا كان ثمن التليفون 5000 10000 50000 ايا كان. بيجي الزبون يشتري التليفون انه زيرو ضريبة. القانون الجديد اللي تحدث حاليا انه اي تليفون كان مع اي حد في الخارج من يوم ما تم القرار، والشخص ده لما كان في الخارج حط الخط المصري بتاعه كتجوال او غير تجوال او مكالمة، بتضاف عليه ضريبة القيمة المضافة اللي هي بتاعت الجمارك الجديدة. يعني أي واحد اشترى تليفون من محل وكانش عليه ضرائب، وكان صاحبه ده حط الشريحة في الخارج قبل كده، بيتضاف عليه الضريبة على حسب قيمة الموبايل. الخلاصة في الموضوع ده كله زي كده انه يعني ربنا يكون في عون اصحاب المحلات اللي اشتروا اجهزة عالية زي الايفون والالترا والسامسونجات العالية والايفونات الغالية اللي معدية 50 و60 الف جنيه، لان الضريبة بتاعتها مش اقل من 20 و18 الف جنيه. لا صاحب المحل ليه ذنب، ولا الزبون برضه اللي اشترى ليه ذنب، الا بس القرارات اللي هي ايه لخبطت الدنيا. يا ريت يعني ان شاء الله يعني تنظروا بعين اللطف شوية لاصحاب المحلات، علشان في ناس كتير هيتخرب بيتها. تحياتي ليكم، بحبكم في الله.